أعزائي المشاهدين والمتابعين، حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بالجميع. تم القبض اليوم على الإعلام الكبير مصطفى المومري وأخوه حمود، وهذا خبر مؤكد ليس مفبرك أو دعاية. تم القبض عليهم اليوم وقد قاموا باختطافه بنفس الطريقة ما أخذوا أحمد حجر. طبعا أحذر الأخوة الإعلاميين الذين هم في مجال الرياضة أو محتواهم رياضي عدم التدخل في مواضيع السياسة لها متخصصين، وخصوصا في اليمن نرجو منكم عدم التدخل في المواضيع السياسية. حذاري ثم حذاري ثم حذاري للإعلاميين الرياضيين. بطولة كأس الخليج قادمة، لا نريد المزيد من الإعلاميين أن يدخلوا السجون. هذا انذار لجميع اليوتيوبرز الرياضيين. فالمنتخب يحتاج للإعلاميين، وخصوصا هذه الأيام الوقت قرب لبطولة خليجي 25. نريد من الإعلاميين أن يضجوا الدنيا وأن يوصل الفيديوهات عن المنتخب إلى مستوى يليق بالمنتخب. هذه كانت رسالتي للإخوة الإعلاميين، وأرجو أن يتقبلوا مني هذه النصيحة. خليكم من السياسة، فالسياسة في اليمن وقع راس، وطبعا إذا سويتم فيديو هل سيغير الواقع؟ ولن يغير شيء، فهذا هو الوضع منذ قدام الزمن. لا تتدخلوا بالسياسة، خلوا السياسة لأهلها والبلاد على أرحم الراحمين. شكرا، كنت معكم أنا عصام عقيل، وإلى اللقاء.